ازيكم؟ يلا بينا نعمل الزيتون المخلل. انا عملته معاكم على القناة عندي، بس في بعض الحاجات ناس سألتني فيها ما استفدتش فيها في الشرح. حبيت اعمل الفيديو ده مفصل ما يكونش سريع، عشان اقول لكم مثلا ازاي بننقي الزيتون. انا بجيب الزيتون بتاعي، ببتدي لو حاجة بايظة بالشكل ده بشيلها منه، علشان ممكن الواحدة اللي احنا مستهترين بيها دي تبوظ لي باقي البرطمان. تمام. فببتدي انقي الزيتون بتاعي الاول كويس، وببتدي بقى اللي في اخرها لون موف دي بتستوي بسرعه. دي بفدغها وبخليهم هنا. انا عملت 2 كيلو، هقسمهم نصين. كيلو هنفدغه او اللي هو هندقه بالهون دقه بسيطه كده، وده اسرع حاجه هتتخلل معايا. والكيلو التاني انا هشقه بالسكينه، هعمله زي علامه الزائد كده بالظبط. تمام. ده بياخد سوا اكتر شويه من اللي احنا مفدغينه. اللي احنا مفدغينه ده او اللي دقينه بالهون دقه بسيطه هيبقى اسرع حاجه تستوي معايا. طيب انا عايزه اللي يعيش للسنه كلها، بحطه سليم خالص. يلا نعمل التتبيله اللي احنا هنتبل بيها الزيتون بتاعي. جبت نص كيلو جزر، ابتديت ابشره بالشكل ده. نزلت بست معالق كبار عصفر، ونزلت قصادهم بثلاث معالق حبة البركة. لكل كيلو هننزل بثلاث معالق كبار عصفر ومعلقة ونص حبة البركة. ولو حابين تزودوا حبة البركة عن كده زودوها، بس خلوا بالكم ان هي بتغمق الزيتون معايا. وهنزل هنا عليهم بربع كيلو هريسة. دي هريسة حارة، عايزين تنزلوا بفلفل احمر رومي على هريسة حارة زي ما انتوا حابين. عايزين تنزلوا باي حاجة من الاتنين انزلوا باللي يعجبكم. ونزلت هنا باربع حزم صغيرين كرفس، بس عشان حزمة صغننة فنزلت بحزمتين للكيلو، يعني اربعة بالظبط. ونزلت اخر حاجة نزلت بفلفل اخضر واحمر. ولكل كيلو زيتون بنزل بربع كيلو فلفل حامي لو انتوا حابين تخللوه معاه. تمام. انا حطيت اخضر واحمر وابتديت اقلبهم كويس وهقسمهم نصين. طب ليه هقسمهم نصين؟ عشان انا هنا عامله زيتون مفدغ وزيتون مشقوق بالسكينه. طب الزيتون اللي هو المفدغ ده هيستوي معايا اسرع من التاني. دي اسرع حاجه للزيتون تسويه. تمام. ان انتي تفدغيه بالهون او باي حاجه تدقي عليها بيه. دي اسرع حاجه هتخليلك الزيتون يتخلل، مش هياخد معاكي الشهر وهتاكلي منه. طيب الزيتون اللي هو المشقوق ده بيخش له في الشهرين. تمام. طيب الزيتون بقى اللي احنا عاملينه سليم اللي انا نازله بيه في القناه عندي، هيقعد له من فوق الثلاث شهور. عايزه اقول لكم بيتفتح عليه بعد الثلاث واربع شهور، وبيكون ساعات كمان ممرر. تمام. فلو مش هتستنوا لحد ما تاكلوا اللي هو السليم ده، اعملوا بقى المفدغ ده هيستوي معاكم اسرع حاجه. ولو انتوا عايزين كمان يبقى عندكم زيتون طول السنة، يعني يعتبر ايه، هنخلي المشقوق بالسكينة ده بعد شهرين هنبتدي نفتح عليه. طيب المفدغ ده 3 4 اسابيع وهنفتح عليه، يبقى احنا كده عندنا الزيتون طول السنة. طب انا هنا عملت البرطمان بتاعي، عقمته كويس بمية مغلية، وابتديت انزل فيه بالزيتون والتتبيلة اللي احنا عملناها. طب انا نزلت الاول بايه وقسمتهم ليه؟ انا قسمتهم عشان هاخد في البرطمان بتاعي من تحت، هحط اللي انا شقاه. تمام. لان هياخد وقت اكتر في التخليل. ومن فوقيه نزلت بالزيتون المفدغ. ليه؟ لان التاني المشقوق ده هياخد وقت اكتر في التخليل. فلغايه ما اوصل للمشقوق من تحت هكون انا خلصت المفدغ اللي من فوق واستوى وكلت منه. تمام. هنيجي بقى هنا لليمون اللي احنا بنخلي بيه الزيتون. انا لكل كيلو زيتون بياخد معايا نص كيلو عصير ليمون. هنا عصرت الكيلو ليمون ومرمشتش القشر بتاعه. غسلنا طبعا الليمون الاول كويس. ابتديت اقسم كميه الزيتون. تمام. حطيت الاكبر طبعا على البرطمان الكبير، وانا كنت قسمتهم على برطمانين. ولو عايزين من الاول خالص تقسموا او تحطوا المفدغ لوحده والزيتون التاني لوحده، المشقوق براحتكم زي ما انتوا حابين. الاهم بعد ما احطه وارصه كويس في البرطمان بتاعي لازم اغطيه بقشر الليمون ما نخليش منه اي حاجه باينه. تمام. وهنا عملت محلول التخليل بتاعي. انا بجهز ميه مغليه وبسيبها تبرد خالص، وبنزل عليها كل كوبايه كبيره معلقه ونص ملح ومعلقه صغيره سكر. بدوبهم كويس جدا، وبعد كده بنزل بالمحلول بتاعي ده على الزيتون لحد ما نغطيه. انا حطيت هنا 5 كوبايات كبيره ميه، عليهم 7 معالق ونص كبار ملح وخمس معالق صغيرين من السكر. وهننزل هنا على الوش بزيت. لازم نغطي الوش كويس بزيت عشان ما يوصلوش اي هوا. تمام. وهبتدي اغطيه بستريتش راب او اكياس تلاجة عادي. تمام. المهم ان انا احكم البرطمان بتاعي عشان ما يخشلوش اي هوا، وبقفل البرطمان كويس. وهنا تركه ما قلتهاش معاكم برضو في الفيديو اللي فات، ان لازم اقلب البرطمان بتاعي واتاكد انه اتقلب كويس. تمام. لان عصير الليمون لما حطيناه في الاول بيركز تحت في اخر البرطمان. ولو حابين عشان تأكدوا ان مفيش اي نسبة هوا تخش للزيتون بتاعي، بنغطيه بستريتش تاني من بره. وبعد شهر واحد هنبتدي نفتح الزيتون اللي في البرطمان الصغير اللي هو الزيتون المفدغ، هنلاقيه اسرع حاجة استوت. وبعد شهرين هنبتدي نفتح الزيتون المشقوق، هيكون معايا استوى. يلا جربوا الطريقة دي وبقى